تخيل إنك بتصمم مصنع جديد ومطلوب منك تحط فيه مكنة كبيرة قوي زي مكبس عملاق مثلا أو فرن بتاع معالجة حرارية أو خط دهان ضخم. المكنة دي مستحيل تتحرك من مكانها خالص. تفتكر ده هيأثر إزاي على تصميم المصنع كله؟ المصنع كله هيتبني حوالين المكنة دي، وكل خطوط الإنتاج والممرات واللوجستيات هتتحدد على أساس مكانها الثابت. دي بنسميها المونيومنت في عالم المصانع، مكنة ضخمة ثابتة ومستحيل تعدي من جنبها. وده بيخلي المصنع كله يشتغل بنظام الدفعات الكبيرة أو الباتشز عشان المكنة الواحدة دي، ولازم تخطط لكل حاجة بعناية شديدة قبل ما تبدأ أي إنتاج، لأن أي تغيير هيكون مكلف جدا ومحتاج مجهود ضخم عشان تحرك جبل ثابت. الفكرة دي مش بس في المصانع، كل واحد فينا عنده المونيومنت بتاعته في شغله أو في حياته، الحاجة الثابتة اللي مستحيل تتحرك أو تتغير بسهولة، واللي كل خططك وقراراتك بتتبني حواليها، سواء كانت مهارة أساسية عندك أو مكان شركتك أو حتى التزام شخص كبير. إيه هي المكنة الثابتة اللي بتحكم تدفق شغلك أو حياتك؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل متابعة للقناة.